مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. أسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام، ويعتقنا وإياكم من النيران. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرايح شبني دلالك يا مدبلة العين، الرايح شبني دلالك يا مدبلة العين، قلبي دايب في غرامك وين نصيبك وين، تي سلطانة زمانك تشعل الجبين. رمضان عالباب افتح يا ولاد، اهو جه ولاد جي بعد غياب وشهور حرمان. اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان رمضان رمضان، اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن. اهلا اهلا رمضان اهلا شهر الغفران، اخي والله بعوده وبعوده يا رمضان. رمضان عالباب افتح يا ولاد، اهو جه يا ولاد جي بعد غياب وشهور حرمان. بابا قلبي كانوس رمضان رمضان، على ايدك ابوس حبيبك انس حبيبك انس قربها زعلان، وانا دغري صريح رمضان رمضان من غير تلميح، هات الحلح هات الحلح لفانوس رمضان. يا الله خدوا اي فلوس واشتروا كده احلى فانوس، بس ما تنسوش ختم القرآن. اهلا رمضان رمضان رمضان، اهلا رمضان رمضان رمضان، اهلا رمضان شهر الغفران شهر القرآن. انا لو احكي على يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله.
صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله. رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. كل عام وأنتم بخير، شهركم مبارك، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله الذي بلغنا هذا الشهر أن يتقبله منا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصوام القوام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقومه إيمانا واحتسابا ويصومه إيمانا واحتسابا ويتحرى ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا، فتكون جائزته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. تقبل الله طاعاتكم ورحم والديكم وجعل قبورهم نورا يا رب العالمين. الدرس الأول اللي تعلمته من قصة يوسف عليه السلام أن الناس ممكن تكرهك لطيبك مو لعيبك. أحيانا تكتشف في حياتك ناس ما يحبونك مو لأنك غلطت في حقهم، بالعكس ممكن لأنك طيب ولأنك إنسان ناجح وعندك صفات يتمنون لو هم يمتلكوها. أخوة يوسف عليه السلام ما كرهوا يوسف لأنه كان مؤذي أو سيء، على العكس تماما، كرهوه لأنه كان جميل الخلق والخلق، ولأنه كان محبوب عند أبوه، وكذلك كان صاحب قلب نقي جدا. وهذا الشيء أكيد أغلبكم التمسه في حياته اليومية. لما يجيك زميل في الشغل يضايقك لأنك أنت مجتهد وملتزم أكثر منه، ولما أحد أقاربك يحقد عليك ويحاول يؤذيك بشتى الطرق فقط لأنك ناجح وحياتك تيسرت لك. فهنا صار الدرس واضح، مو كل كره الناس لك معناته غلط منك، أحيانا يكون كرههم لك انعكاس. فيا أيها الإخوة المسلمون، نهنئكم جميعا بحلول شهر رمضان المبارك، ونرفع باسم المعتمرين والقاصدين والزائرين